كان يا ما كان حتى كان الحبق والسوسن، والملك مالك الرحمن، ونزيدو نصليو على نبينا العدنان. يا سادة يا كرام، في قديم الزمان كانت واحد المرأة كتولد غير الدراري وما عندها حتى بنت، وكانت كطلب الله وتقول له يا مولانا اعطيني بنية خاوي خوتها. وكانوا عندها 7 ديال الدراري، كبروا وملي حملات امهم دازت مدة الحمل وقربات تولد. تقلقوا ولادها وقالوا للأم احنا غنمشيو مور الجبل ونتسناو حتى تولدي، والا ولدتي بنت قوليها الخدامه تريش لينا بالمحشه ونرجعو نفرحو بختنا ونبقاو مجموعين. وإلا ولدتي ولد تريش لينا الخدامه بالمنجل ونجلاو في بلاط الله واسع وعمرنا ما نرجعو. ايوا جاها الوجع المراه وولدات بنيه وناضت الخدامه بالفرحه، بدل ما تريش الدراري بالمحشه ريشات ليهم بالمنجل وهما يكملوا الطريق ومشاو حتى لواحد الارض بعيده، وداروا خيامهم وداروا حياتهم. الام عرفات الخطا اللي دارت الخدامه وما لقات ما دير، وسمات بنيتها وديعه، وكبرات وديعه ولات تخرج تلعب مع البنات وما كيبغيوش يلعبوا معاها وكيعايروها ويقولوا ليها سيري بعدي منا وديعه جلايت خوتك السبعه. كتبقى تبكي وترجع للدار. امها ما كتبغيش تفهمها حتى كبرات ورجعت شابه. واحد النهار سولات امها وقالت لها على قصه كامله، وقررت وديعه تمشي تقلب على خوتها، وصيفطات معاها الام ديالها الخدامه مراتو، وركبات وديعه على الجمل وهما بقاو كيتمشاو على رجليهم. بقاو غاديين حتى بعدوا على الخيمه، وما بغاش العبد علاش وديعه تركب على الجمل ومراتو تمشي على رجليها. وبقى كيقول لوديعه هودي يا جيفه خلي لالاك تركب، وكتبقى وديعه تعيط واما راه كيقولوا لي هودي، وكتريش لها امها بيدها وتقول لها غير سيري، وعاود يقول لها هودي يا جيفه خلي لالاك تركب. بقاو هكاك حتى وصلوا لواحد الكتله تاع الحليب وكتله تاع القطران، ودفع وديعه ورماها في تاع القطران، ورجعت بحال العبده، ودخل مراتو تاع الحليب ورجعت بيضه، وركب مراتو على الجمل، ووديعه بقات كتمشي على رجليها حتى وصلوا للدوار فالساكنين خوتها. ملي وصلوا قدم ليهم الخدام مرتو على اساس هي ختم اللي تزادت وهما ما عرفوش، وكبرات وجات تسول فيهم، وقدم ليهم وديعه على اساس هي الخدامه، وفرحوا بختهم واحتفلوا وداروا بحال الا عندهم عرس. والنهار اللي من بعد عطاو الخدامه الجمل تسرحهم اللي هي في الاصل اختهم، ودات جمال البلاصه فيها الربيع وخلاتهم كياكلوا، وجلست فوق واحد الهضبه وبقات كتغني وتقول يا ابن ما وبا العبده ولات حره والحره ولات عبده، وانا وديعه جلايت خوتي السبعه. ملي سمعوا الجمال داك الغنى الحنين قربوا حداها وما بقاوش كياكلوا وكيسمعوا يا ابن ما وبا العبده ولات حره والحره ولات عبده، وانا وديعه جلايت خوتي السبعه. بقات وديعه كتغني والجمال كلهم حداها، ومن رجعوا الجمال في العشيه رجعوا كروشهم خاوين بالجوع حيت لهاو في الغنى ديالها وما كلاوش. وهو يلاحظ خوها الصغير داكشي وقال لها فين سرحتي جمال اليوم؟ قالت ليه ديتهم سيدي البلاصه كلها ربيع وخضوره. قال لها ايوا غدا ديهم لجهه الواد راه فيه ربيع اكثر. قالت ليه واخا. في الصباح هوات الماكلتها وساكت الجمال ومشات بيهم البلاصه اللي نعت ليها خوها، وخلات الجمال حتى بقاو كياكلوا، وبقات كتغني وتبكي وتقول يا ابن ما وبا العبده ولات حره والحره ولات عبده، وانا وديعه جليت خوتي السبعه. وحبسوا الجمل من الماكله وقربوا حداها وبقاو يسمعوا، وتبعها خوها الصغير باش يعرف السر اللي مور رجوع الجمال والربيع موجود. ملي سمع كلامها قرب حداها وقالها والو تعاودي لي حكايتك وعلاش كتبكي. عاودات له اش دار فيها العبد ومراته وعنقها وبقى كيبكي، وداها ورجعوا للدوار، وحلف لداك العبد حتى يمشي ديك الساعه ويرجع وديعه كيف كانت ومراته كيف كانت. مشى العبد ورجع كل وحده لطبيعتها ورجع. عاودوا الافراح والذبايح والشطيح فرحانين في ختم وديعه، ولكن الشيطان وسوس لعيالات خوتها وشعلات فيهم الغيره بكثره الاهتمام رجالهم بختهم، وبقاو كيفكروا اش من حل واش من فخ يدبروا ليها باش تبعد عليهم. ناضوا العيالات خوتها داروا قصعه ديال الطعام
وقالت ليها مرات خوها الكبير: الا كنتي كتبغي خوك هاكي هاد اللقمه كوليها بلا مضيغ. وافقات وديعه وكلاتها. عاود مرات خوها الثاني قالت لها: الا كنتي كتبغي خوك كولي هاد اللقمه بلا مضيغ، وكلاتها. ونفس القضيه داروها العيالات الاخرين، الا مرات خوها الصغير عطاتها اللقمه وقالت ليها: انا لقمتي مضغيها. وسالاو وداز مده، واللقمات اللي عطاوها عيالات خوتها كانوا دايرين فيهم البيض الحناش، وباش ما تحشي بيهم قالوا لها ما تمضغيش. ومرات صغير ما دارت لها والو. ايوا ملي فقسوا الحناش في كرشه ولات كرشه كتكبر والحناش كيتحركوا فيها. ومشات مرات خوها الكبير وقالت لراجلها: كون شوف اختك وديعه راه بغات تهبط ليكم الراس وراها بغات تفضحكم. قال لها: علاش؟ قالت ليه: راها حامله. قال لها: ما يمكنش اختي دير هاد الفعله. قالت ليه: الا ما تيقتينيش خليه حتى الغدا وجلس في الشمس وعيط عليها تفلي لك لحيتك وغادي تشوف بعينك كرشه. وفي الصباح عيط لختو وقال لها: اجي يا اختي شوفي هاد الشيب اللي في لحيتي واش كتير راه هبني بالحكان. وقربات مسكينه حداه وبقات تشوفو، كانت الشمس سخونه وبقاو الحناش يتحركوا في كرش وديعه، وخوها يحسب ليه راه بصح حامله. وجمعها معها بتصرفيقه وقال لها: هادشي علاش جيتي باش تلبسينا العار. عيط لخوها الكبير على الخدام وقال ليه: دي وديعه للغابه وقتلها وجيب لي صبعها الصغير باش نتاكد من موتها. داها الخدام وبعد بيها حتى وصلوا للخلا وقال لها: شوفي يا بنت الناس، خوك راه قال لي نقتلك، بصح انت شفيتيني، ولكن الا ما ديتلوش صبعك الصغير غادي يقتلني، فما عليك غير تصبري وتخليني نقطع لك صبعك باش يثق بلي قتلتك. وقطع لها صبعها ونزلها لواحد البير وخلاها ورجع قال لخوتها: راني قتلتها وها هو صبعها اماره. وهي في البير داز واحد تاجر ومعاه الابل ديالو. واحد من دوك الجمال وقف كيطلع على البير ويحسب المولاه راه عطش وبغى يشرب. هبط من فوق الجمل وقرب حدا البير وهو يشوف وديعه وقالها: انتي من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره؟ قالت ليه: انا من اهل الدنيا وكنشهد بلا اله الا الله محمد رسول الله. قال لها: ومالك شكون رماك هنا؟ قالت له: طلعني ونعاود ليك. طلعها من البير وحكات له قصتها وعطاها الدواء ورمات به دوك الحناش من كرشها وتزوج بها. ومن بعد مده ولدت وليد. وفي واحد العام مشاو خوتها بالسبع يشريو القمح من عند راجل واديها ودخلوا للخيمه ديال التاجر ومراته وديعه وقاطعين الخيمه بيزار، يعني فارقين، من جهه جالسه وديعه وولدها ومن جهه راجلها وخوتها. وهي كانت شافتهم من تحت ليزار وعرفاتهم وبدات كتقرص في ولدها حتى يبكي وكتبقى تسكتو وتقول له: يا وليدي وخوالك السبعه يا وليدي، يا وليدي وخيمهم السبعه يا وليدي، يا وليدي ونساهم السبعه يا وليدي، حتى كيسكت وتعاود تقرصو وتسكتو بنفس الكلام حتى انتبه خوها الصغير الكلام. هز ليزار وشافها وعنقها وبقاو كيبكيو وسلموا عليها خوتها وحكى لهم راجلها على قصته معاها وعلى الظلم عيالاتهم ليها. مهم باتوا عندها وشراو الزرع، وملي بغاو يرجعوا لخيامهم قالت لخوها الصغير: هاك هاد المزود اعطيه لمرتك مني هديه وداكشي اللي فيه تلبسو وتوريه لسليفاتها. وعطات لخوتها الاخرين كل وحده في عيالاتهم مزوده وقالت لهم كل وحده تدخل لخيمتها وتهبط الركايس وتحل مزودتها. مشاو الخوت وعطى الصغير لمراته مزودتها وخلاتو ولقاتو عامر باللباس زين وبالجوهر والعقيق ولبسات وخرجات عندهم. وكل وحده مشات لخيمتها فرحه بمزودها، واللي دخلات لخيمتها كتهبط الركايس وتحل المزود كتلقى عامر الفاع وقارب، وكل وحده لقات نصيب في عالها. وهذه حجيتي مشات من الواد لواد وانا بقيت مع الناس الجواد.